صباح الخير. طبعا انا حاطط اللاب في البلكونه علشان خاطر المايك، علشان بس الصوت يبقى واضح، والنعناع بتاعي اللي مروتهوش بقالي فتره كبيره، فما شاء الله يعني عليه. على فكره انا جمعت منه مرتين فبس، ورجع طلع تاني اهو. كده كده اصلا النعناع من النوع يعني من الحاجه اللي بتطلع. استنى بس كده. نعناع. طبعا الفيديو النهارده هتكلم عن ايه، ففي خلال الفيديو انت هتفهم انا هكلمك عن ايه عموما. يعني انا صحيت الفجر الحمد لله يعني، وصليت الفجر يعني، ده الحمد لله برضو. وعايز اقول لك ان انا بقالي حرفيا اسبوعين ما بصليش الفجر خالص. يعني بظبط المنبه بتاعي علشان خاطر ان انا اصحى اصلي الفجر. استنى بس اما امسك المايك كده عشان خاطر صوتي يبقى واضح. بظبط المنبه علشان خاطر ان انا اصحى اصلي الفجر، بلاقي نفسي ان انا مش بصحى. طب اعمل ايه اكتر من كده؟ بقيت ان انا انام بدري، بنام مثلا من الساعه 10 بالليل علشان خاطر ان انا اصحى اصلي الفجر، برضو مش بصحى اصلي الفجر. فاللي هو انا حسيت ان في حاجه غلط في حياتي عموما، يعني حسيت ان انا ماشي غلط، وكنت مخنوق بطريقه غبيه يعني اللي هو انا اسف يعني، اللي هو كنت مخنوق جامد. اللي هو انا ازاي انا كنت بصلي الفجر وفجاه انا ما عدتش بصلي الفجر، مش ما عدتش بصلي، فاهم؟ ما عدتش بصلي الفجر في وقتها وكده، وان انا كل يوم بصليها الصبح. هو جيت امبارح وقلت يا يوسف، طب انت ما عدتش بتنزل تصلي في المسجد اصلا، انت بقالك فتره بتصلي في البيت، لازم انك تنزل تصلي في المسجد، انت لازم تقرب من ربنا، لان انت كنت حاسس ان انا بعيد شويه يعني. فجيت امبارح بعد ما صحيت الصبح وما صليتش الفجر وكده، نزلت صليت الظهر في المسجد والعصر في المسجد، وجيت في صلاه العشاء الحمد لله صليت في المسجد. كنت حاسس ان انا طول ما انا مش مراكم على نفسي يعني الصلاه او كده، او اللي هو مش باخرها عن ميعادها او كلام من ده كله، فكنت حاسس ان انا مبسوط. حتى وانا مصلي العشاء حاسس ان انا مرتاح، وبدعي ربنا يا رب ان انا اكون بصلي علشان خاطر ان انا اكون برتاح بالصلاه يعني، مش ان انا ارتاح منها. فبعد ما صليت الحمد لله الصلوات في المسجد، اللي هو انا امبارح كان اول يوم ليا في الجيم، نزلت الجيم بقى وقلت ان انا لازم اغير حياتي، لازم ان انا يعني ان انا استمر، وان شاء الله هيبقى في استمراريه يعني. حتى الفيديو اللي انا بصوره لك ده، كل فيديو هاجي لك وهقول لك اذا انا كنت استمريت ولا لا ان شاء الله يعني. المهم رحت الجيم وجيت نمت بدري، ظبطت اكلي طبعا. لما جيت حتى ما اكلتش الاكل اللي انا باكله على طول، بالعكس ان انا قللت زيوت، حتى النهارده في الفطار قللت زيوت. ظبطت المنبه بعد ما صليت الصلوات في المسجد الحمد لله، ظبطت المنبه بالليل ان انا اصحى الفجر، ولقيت نفسي صحيت قبل الفجر كمان. يعني انا صحيت الساعه الفجر مثلا الساعه 5 وشويه، 5 و10، 5 وربع، انا صاحي الساعه 5 ل 10. فانا في الايام اللي فاتت دي كلها، في الاسبوعين اللي فاتوا، كنت بظبط المنبه، وكنت ممكن لو انا صحيت في 4 ل 10 دي او 5 ل 10 ايا يكن يعني، انا مش فاكر، المهم فكنت بكمل نوم ومن غير ما ادري يعني. انا ما بحسش الا بعد ما بصحى من النوم ان انا فعلا انا ضيعت الصلاه، وان انا ما صليتش، وان انا. فاللي هو انا كنت مبسوط قوي ان انا لما لقيت نفسي ان انا صحيت وكنت قايم مش كسلان، وقمت صليت الفجر الحمد لله. فبس، فانا ليه بحكي لك القصه دي؟ انا مش بقول لك ان انا حاجه، بالعكس انا متضايق من تقصيري ده، وان شاء الله هحاول ان انا استمر ان انا ما اقصرش في صلاه الفجر. ولكن انا بقول لك ممكن تكون زيي، ممكن يكون في حد زيي مثلا ومقصر في صلاه الفجر بقاله فتره، وعايز ان هو يرجع تاني او يقرب تاني. تصلي في المسجد، صلي في المسجد، انزل صلي في المسجد، وحاول انك شوف ايه الغلط اللي انت بتعمله وحاول تقلله. فالله المستعان يعني. انا دلوقتي النهارده الجمعه اصلا وانا بصور الفيديو، وهقابلك بعد صلاه الجمعه يعني باذن الله. ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم، فالصبر هو المقياس الحقيقي لرضاك عن الله عز وجل أم سخطك عن الله عز وجل. يعني مش عارف بتاع كده مظبوط ولا ايه الدنيا، بس انا مش حاسس ان هو حلو كده يعني. هحاول ان انا اشيله من الستاند خالص، فكده اعتقد زي الفل. ماشي، جميل جدا، يا رب ان انا اكون واضح.
المهم النهارده لسه راجع من صلاه الجمعه دلوقتي. الخطيب كان بيتكلم النهارده في موضوع اللي هو كان يعني الايه اللي بتدور حولها الموضوع: وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون. طيب هو كان اصلا بيتكلم في موضوع ايه؟ كان بيتكلم ان المفروض الواحد ايا يكن هو بيمر بايه ما ينفعش ان هو يتمنى الموت، ايا يكن هو بيمر بايه، سواء بقى حد من عيلته مات، ابنه مات. بص يعني شفت اللي هو وصل الليفل عامل ازاي. المفروض ان الواحد ما يتمناش الموت ايا يكن يعني. وكان بيقول ان النبي صلى الله عليه وسلم وصلنا ان احنا ما نعملش كده، وممكن لكن انا ممكن ان انا ادعي دعاء واقول لربنا: اللهم اذا كانت الحياه خيرا لي، يعني احيني اذا كانت الحياه خيرا لي، وامتني اذا كانت الحياه شرا لي. وبس. فده كانت الخطبه بتدور حوالين كده. المفروض ان انا عندي شويه حاجات المفروض ان انا اخلصها يعني اذاكرها وكده يعني، فالله المستعان يعني. فهبدا. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. نزلت قلت اما انزل اصور تحت بقى علشان خاطر يعني اغير جو شويه واغير جو الاوضه. برضو هحاول ان انا اقرب المايك من بقي علشان خاطر ان بس صوتي يكون واضح اكتر يعني. فكان في شويه اقوال مأثوره حتى انا جبتها قدامي يعني علشان خاطر ان انا ممكن ان انا افيدك بيها. فاول حاجه الحسن البصري كان بيقول: يا ابن ادم انما انت ايام فاذا ذهب يوم ذهب بعضه. يعني حياتك عباره عن ايام، كل يوم بيعدي فيعتبر حاجه من حياتك نقصت. يعني مثلا انا في حاجه كنت بفكر فيها قريب، ان احنا مثلا لما بنحتفل باعياد ميلادنا وكلام من ده كله، انا مش هنكر انا اول واحد لما بيجي مثلا تاريخ ميلادي ان انا بنزل على الفيس وبقول ان انا تاريخ ميلادي كذا وان انا كبرت سنه. ولكن باجي ابص يعني ورا الكلام من ده كله بلاقي ان مثلا لو الواحد مقدر له ان هو هيعيش مثلا وليكن 50 سنه، فانا دلوقتي مثلا وليكن عندي 23 سنه، فانا كل ما بكبر سنه كل ما بقرب ان انا اموت. دي مش حاجه حلوه. الواحد مش عارف هل هو جاهز ولا لا ان هو يقابل ربنا. يعني هل حياتي انا عملت ايه، جهزت ايه لاخرتي، الكلام من ده كله. حاول لا انا دلوقتي ان انا المفروض ان انا ابدا ان انا اعمل لاخرتي اكتر، المفروض ان انا اقرب من ربنا اكتر وهكذا. وبرده كان في مقوله تانية لابن القيم كان بيقول: اضاعه الوقت اشد من الموت.
لان الموت ده بيقطعك عن الدنيا واهلها، واضاعه الوقت بتقطعك عن الله والدار الاخره. بمعنى اصح ان الواحد مثلا وليكن انا قاعد فاضي، فليه الواحد ما يقعدش يسبح ربنا سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. انا مثلا نازل الجيم وشغال عدات وكلام من ده كله، فممكن ان انا مع كل عده اقول سبحان الله. او لو انا حاسس ان انا بتلخبط في العد، يعني اللي هو انا ممكن بعد ما اخلص التمرين اقعد اسبح واقعد استغفر ربنا. مثلا في الوقت اللي انا مثلا في الجيم انا ممكن اشغل قران، اسمع قران بدل ما اشغل اغاني. نازل اجري تحت البيت فاشغل قران بدل ما اشغل اغاني. ده كله مش تضييع وقت، انت كده بتاخد حسنات. انت فاهم قصدي ازاي؟ فهو ده الموضوع كله، ان الواحد بس يحاول ان هو ما يضيعش وقته فيما لا يفيد. والى هنا ينتهي فيديو النهارده، ويلا سلام.